الذين رافقوني في مشاهدته باعتبار أنه كان مليء بالمعاني القوية. أولا تحدث مع المنتخبين لكي يكونوا في خدمة المواطن في إطار منطق الأمانة، وبطبيعة الحال هذا توجه أساسي في نهضة الأمة المغربية، لأنه المنتخبون هم أساس العمل السياسي وتحمل المسؤولية. ثم بطبيعة الحال ونحن نعيش في هذا اليوم ذكرى المسيرة الخضراء، انتقل إلى الحديث عن موضوع يعني قضية الصحراء المتداولة في هذه المرحلة بقوة، ليعيد تأطير القضية في إطارها الصح. هنالك طرف أساسي في هذه القضية هو الجزائر، أكد عليه جلالة الملك وحمله المسؤولية من خلال الأساليب التي يعني طال عليها الزمان واتسمت بالمناورة المستمرة، وأكد على أن المغرب يتعامل في هذه القضية في إطار سياسة مبنية على الشرف. فنحن سوف نستمر في يعني محاولة تنمية المناطق الجنوبية كما فعلنا لحد الآن والحمد لله، وسوف نستمر. في نفس الوقت نحن مشغولون مع إخواننا الموجودون في المخيمات والذين نطالب بحقهم في أن يعرفوا ويحصوا ويمكنوا من حقوقهم كاملة، ولا يقع عليهم أي ابتزاز، ونحمل الجزائر المسؤولية في هذه الوضعية. وكذلك نطرح كما فعل جلالة الملك الحكم الذاتي كمبادرة شجاعة لحل هذا المشكل مع إخواننا الجزائريين، لأنه الحقيقة هو أنه ليس هنالك مشكل مع إخواننا يعني أبناء أقاليمنا الجنوبية، سواء الموجودون في على أرض الوطن أو الذين ذهبوا ضحية مؤامرات قديمة ومناورات قديمة وأصبحوا اليوم يوجدون في تندوف. ولهذا فالمغرب يبقى ملتزم بقواعد الشرف ومبادئ الأخلاق وحقائق الأخوة، حتى بطبيعة الحال مع الشعب الجزائري الذي نكن له المحبة والتقدير. وأعتقد أن هذه المشاعر متبادلة، وندعو قادته إلى فهم منطق التاريخ، وأن شعوبنا لا يمكن أن تبقى تعيش هذه القطيعة من خلال إغلاق هذه الحدود. نحن نلتحق بدعوة جلالة الملك إلى أن يتدخل المنتظم الدولي في اتجاه تصحيح الوضعية، لكي نكون جميعا في إطار هذا المغرب العربي الدول الخمس قادرين على أن نكون طرفا يتفاعل بطريقة إيجابية مع المحيط الذي هو الجنوب أوروبا وأوروبا كلها، وكذلك محيطنا الجنوبي الذي هو دول الساحل، ونقوم بدورنا في إرجاع الأمن والطمأنينة إلى هذه المنطقة. وهذا لا يمكن أن يكون إلا في إطار التعاون، ولا يمكن أن يكون إلا في إطار العلاقات الطبيعية، ولا يمكن أن يكون إلا في إطار تغليب منطق الأخوة ومنطق المصلحة أما أساليب المناورات من أجل المكاسب المحدودة، فهذا بدون شك منطق قديم ولا مستقبل له.